في حاجات بتتقال كتيرة قوي، زي سواء بالانجلش او بلغات تانية بتتقال كده. احنا عاوزين نعرف هي ليه بتتقال كده. يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي بتتقال كتير قوي كلمة تي شيرت. تي شيرت، طبعا التي شيرت معروف، التي شيرت اللي هو التي شيرت، هو بتكتب كده التي شيرت، تي داش شيرت، بتتكتب كده تي شيرت. شيرت يعني قميص. ليه التي شيرت اسمه تي شيرت؟ شيرت يعني قميص. طبعا القميص معروف اللي هو القميص بيبقى لونج سليفز، بيبقى ليه سليفز، بيبقى ليه كمام، وبيبقى فيه بوتون وفيه كولر وكده. كولر اللي هي الياقة، وفي بوتونز اللي هي الزراير، وده ده الشيرت. الشيرت مش التي شيرت، ده الشيرت. فالشيرت بيبقى فيه سليفز، بيبقى السليفز بقى شكل الكمام بيبقى في التيشيرت واضح طبعا. لكن التي شيرت بقى اللي هو بيتكتب كده تي شيرت، اسمه ليه تي شيرت؟ عشان التي شيرت بيبقى واخد الشكل ده، تي شيرت. واضح جدا ان هو واخد شكل حرف التي، لان طبعا مفيش سليفز، مفيش كمام، فبيبقى لما التي شيرت بياخد الشكل ده، فهو واخد شكل حرف التي، وعشان كده اسمه تي شيرت. طبعا دي من الكلمات الشائعه جدا، تي شيرت تي شيرت تي شيرت، لكن ليه اسمه تي شيرت؟ عشان السبب ده. And step by step let's recognize more about English, not just English, many other languages maybe. Okay, good luck.